النهارده هنروح برج القاهرة، يلا بينا. اهلا بيكم في فلوجر جديد وخروجه جديده. وخرجتنا النهارده ما بين محافظه الجيزه والقاهره. هنبدا يومنا من وسط البلد، تحديدا امام فندق هيلتون رمسيس عشان ناكل الحمام، وبعدها نطلع على برج القاهره. بس قبل ما ندخل البرج لازم نتصور مع الشجره العملاقه اللي ليها مئات السنين. وبعدها نقطع تذاكر دخول البرج. دلوقتي قطعنا التذكرة وقيمتها 70 جنيه، يلا بينا ندخل برج القاهرة. برج القاهرة من الوجهات الأولى للسياحة في مصر. دلوقتي واحنا طالعين برج القاهرة، أجواء خيالية. 10 أدوار في 10 ثواني، الدور في ثانية، 62 دور ب 62 ثانية. ودلوقتي طالعين الدور ال 62 عشان خاطر نشوف مصر من فوق، أو بالأصح نشوف برج القاهرة من فوق، نشوف مصر عاملة إيه. يلا بينا. دلوقتي احنا فوق برج القاهرة، تقريبا مصر كلها متشافة من هذا الموقع. يلا بينا. وانت فوق برج القاهرة هتحس بإحساس رهيب. تخيل نفسك بتشوف العماير والبيوت ومصر كلها من فوق، إحساس ما ينفعش يتحكي لك عليه، لازم تستشعره بنفسك. مناظر في قمة الجمال، مصر فعلا تستاهل تتفسح فيها. دلوقتي بعد ما خلصنا البرج من فوق هناخد راحة كده، بريك 5 دقايق. البرج تحفة ما شاء الله، فوق جميل، حاجة عظمة، ومن تحت برضه حاجة عظمة جميلة جدا. فعلا احنا لازم نستكشف بلدنا، والله يعني بلدنا جميلة جدا واحنا مش بنستكشفها للأسف. برج القاهرة من أجمل الأماكن السياحية اللي ممكن تدخلها في مصر، أنصحكم جدا بزيارته. تذكرة 70 جنيه بس. هنخرج من البرج ونطلب أوبر عشان يوصلنا عند سعد عفيفي. وكالعادة بحب أغير الطقم اللي أنا لابسه علشان آخد سيشن مختلف. المهم إنك هتنسى الدنيا كلها وإنت بتشرب كوباية القصب اللي معمولة بطريقة بدائية للغاية، بس فعلا طعمها لا يقاوم. دلوقتي واحنا داخلين على مسجد عمرو بن العاص عشان خاطر نحضر صلاة الجمعة. مسجد عمرو بن العاص من أهم المساجد التاريخية اللي موجودة في مصر. يلا بينا ندخل المسجد. وبعدها نتمشى من محطة مترو الملك الصالح علشان نوصل لمسجد عمرو بن العاص. بعد الترميمات اللي حصلت في المسجد لازم تزوروه لأنه بقى من أجمل المساجد اللي موجودة في محافظة الجيزة. هنصلي الجمعة في مسجد عمرو بن العاص وناخد جولة داخل المسجد ونستكشفه ونتصور فيه. بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة في مسجد عمرو بن العاص مكملين معاكم. مسجد من أهم المساجد التاريخية في العالم كله، مش بس العالم الإسلامي أو العالم العربي، لأن المسجد بتاع عمرو بن العاص تم تأسيسه من 1400 سنة. مسجد ليه عبق تاريخي متميز، هتعيش جواه أحاسيس عمرك ما هتعيشها في أي مسجد تاني. وبعدين هنكمل رحلتنا ومن الجيزة هنرجع للقاهرة مرة تانية، تحديدا في وسط البلد. بس قبلها هنتصور عند اليافطة الجميلة دي اللي صممتها نقابة المهندسين المصريين، واللي بتدعم فيها صمود الشعب الفلسطيني ضد الاضطهادات الصهيونية. وبعدها هنطلع على مجمع المحاكم في وسط البلد علشان نروح عند رغيف شاورما، البراند السوري اللي مكسر الدنيا عروض على منصات التواصل الاجتماعي. وبصراحة الأسعار بتاعتهم في المعقول، والكواليتي أعلى حاجة، والطعم تحفة، والسيرفيس كانت أحسن حاجة. جربنا الشاورما العربي والبيتزا الكريسبي، وأخيرا الفراخ البروست.
وعلى بركة الله نقفل يومنا في وسط البلد. استنونا في فلوجر جديد وخروجة جديدة وجولة داخل الدولة. وبكده ننهي سلام. معاكم الفلوجر الجميل اللي بدأناه من الصبح مع الشلة الجميلة بتاعتنا، فريق عمل برنامج قصص العظماء. فضيلة الشيخ عمرو، ايوه الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله، والشنطة فضيلة الشيخ عامر سحس بند. عامة انا استمتعت جدا بلقاء مع حضراتكم، وكان فلوجر من اجمل الفلوجرات، والسلام عليكم.